لايك عشان الفيديو ده كله يشوفه. اجيب لكم بقى الكادر من جوه كده يا جدعان اهو. ابراج المعادي اهي تمام. يعني في مناطق كتيرة لسه محمد بيقول لي عليها، بيقول لي برضو ايه هتشوفها. هرم والمعادي والقلعة، في غوا هنا كتير اهي تمام. بتنش اصول، يعني انا سألت محمد قال لي بتنش اصول تمام. هنعرف برضو الناس دي كلها برضو مع بعضينا كده تمام. نيجي برضو من الناحية دي اهي كده اهو. بسم الله ما شاء الله. في غية جنبينا هنا اهي يا جدعان. احنا في اول قلبة اهو يا جدعان. احنا كده في اول قلبة بسم الله ما شاء الله. هنا اللوفت اهو الباب بتاعه. وهنطلع برضو فوق. خليكوا برضو ايه معانا
اول ما تشوف الفيديو ده اعمل لايك عشان غيرك برضو يستفيد ويسمع الكلام المهم في الفيديو ده، ونمتع عيون كل الغاويين. لايك هو اللي بيساعد الفيديو ان هو يوصل يا جدعان، دعمونا باللايك. احلى مسا على الناس كلها. تعالوا نخش بقى نشوف اللوفت فيه ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح النشر، صباح العطارة، صباح جمهورية فرد الحمام. النهارده احنا في ابو النمرس عند اخويا حبيبي محمد شافعي. حبيبي حبيبي يا معلم، نورت الدنيا كلها ومنور قناتك والله العظيم. والله وحاجة بسم الله ما شاء الله تشرف. هنتفرج النهارده يا جدعان على حاجة جميلة تليق بالغاوي الذوق، الغاوي اللي بيحب هوايته الغوايه الجميله. ومعانا برضو ورا الكاميرا اخويا محمد فوزي حبيبه مصر. نور الدنيا كلها. نور الدنيا مصر. بس كده على الناس قبل ما نبتدي كده. السلام عليكم، معاكم محمد شافعي من ابو النمرس. ان شاء الله هفرجكم على الغيه وهنبتدي اللي احنا برضو بنطيروا هنا كده في اللوفت عشان ان شاء الله على زي ما يكتفوا من تيشيرت نطلعهم بامر اللي فوق في الغيه فوق، وافرجكم فوق على العرق وعلى الشغل اللي احنا عاملينه، وربنا يكرمنا كده ويكرمكم ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك. حبيبي فتح كده يا معلم كده وورينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هي اهي برضو يا جدعان زي ما شفتوها برضو في الفيديو اللي فوق. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي الله اكبر. فضل من ربنا ده فرخنه وعلى الدبله بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله ماشي. اكبر. الدبله اللي عليه كلها بتاعتي بفضل من ربنا. كل حامل هنا الحمد لله سواء قبل او ايا كان نوع. تحب تحط عليها دبلتها صح. آه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. صلاة النبي. اللهم زد وبارك. بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. دي حته رأس كروته، وهنا في اخواته برضو كتير. بسم الله ما شاء الله. ماشي. الله دي برضو فرخنه. الله اكبر. ماشي. فضل من ربنا. الحمد لله. صلاة النبي الله يزيد الله يزيد. اللهم صل على النبي. وادي برضو قبل اخضر، وهنا برضو في اخواته واعلى منه كمان. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. صلى على النبي. صلاة النبي. بسم الله والصلاة على النبي. ادي برضو الصوره الثاني ده اخوكم. بسم الله ما اخواتنا شاء لسه الله. مسابينه دلوقتي اهو. بسم الله ما شاء الله. عايزك بقى تفهمني الموضوع بتاع الدبل ده الزوجي والفردي والموضوع ده برضو ايه؟ اللهم صل على النبي. انا بالنسبه لي بحب ادبل كل فرخ او كل نوع. مثلا لو عندي مثلا من القشر بندق مثلا قصين او 3 أو 4، بحب وليكن مثلا باب كذا ده ليه دبله زوجي، بحيث ان القص مثلا لما اجي ادخل نوع على نفس النوع بتاعه ما ادخلش اخوات على بعضيها. تمام. عشان ما اخدش تقليب بس. واخد ستايل لشكل الحمام. تمام. سواء بطوب او بعظم او ايا كان، عايز طوب وعظم ومخ، لان تركيب فرد الحمام او الجينات بتاعت الانسان او اي حيوان او ايا كان على وجه الارض، لما بتيجي تدخل اخوات بتقرب الجينات. اخوات او حمام بتدخل فصيل على نفس الفصيل، الجينات بتقربها لبعض. الجينات لما تيجي تدخل مثلا اخ على اخته، الحمام ما بيطلعش فيه يعني كميه الذكاء عنده بتبقى عامله زي البني ادمين. تلاقي مثلا ده ياخد بنت عمه وداخلين وسط بعضهم مثلا كتير. بالنسبه كبني ادمين وبالنسبه كحمام، فدايما بتلاقي في الحاجه دي بتلاقي فرد الحمام بتاع النش دايما يكون رخيص او تقليبه مش عالي قوي. بيتكلموا في النقطه دي. اللي بيدخل الاخوات على بعضيها عشان مهتم بالتأليف فرد الحمام، ما بيهتمش ان فرد الحمام يكون ذكي. فقله ذكاء فرد الحمام التقليب بيكون اللي بدخل اخ على اخت، ففرد الحمام بيطلع مش ذكي بسبب ان الاخ على اخت الجينات بتاعته ما بتطلعش تمام، بيطلع تقليب وكل حاجه، بس تفكير فرد الحمام بيبقى عامل زي الانسان المعاق ذهنيا. لما بنشوف كده في البني ادمين او في ديننا حتى ممنوع ان النبي قال تناسلوا تكاثروا، لكن ما ينفعش تاخد مثلا ابن مثلا ما ينفعش عمه. لا الاخت ما ينفعش مثلا اخد اخوها ولا العش الاولاني ولا الثاني. في برضو حاجه برضو في الزاجل ممنوع منعا باتا ان اخ ياخد اخته او ياخد العش اللي بعديها او اللي بعديها، عشان فرد الحمام بيهتموا بذكائه اكتر ما بيهتم بتقليبه. يعني كل بيت بيبقى مع نفسه. كل بيت ما دخلش العيال الاخوات. لا الاخوات ما يدخلوش في بعضهم خالص. عشان هو بيهتم بكتف فرد الحمام
والكلام ده كله هيجي سهل. والذكاء كل ده هيجي سهل، بس ذكاء فرد الحمام لما تدخل اخ على اخته سواء العش الثاني او الثالث، فرد الحمام بيجي ذكاؤه اقل، بيبقى عامل زي الانسان المعاق ذهنيا او تفكيره متاخر كده يعني. بيقل فتفكير فرد الحمام لبلق دايما او الغزار كله في الحمامه الغاليه دي مشكلتها ان احنا بندخل اخوات على بعضيها عشان بنهتم قوي بالتقليد، ما بنهتمش بالذكاء. فتكوين فرد الحمام هيجي من الباب ده تركبه على ده او على ده هيجي سهل، بس من الافضل ما ادخلش اخ على اخته الحته. ده بالنسبه لي انا في الفرخه عندي ما بعتمدش على الحته دي نهائي، عشان فرد الحمام عندي انا ما بحبش ادخل اخ على اخته. جميله بصراحه، عشان لو حبيت اطير من الباب ده الاقيه ذكي وعارف سلالته ايه. فرد الحمام الدبله برضه، لان فرد الحمام عندنا يعني دايما فرد الحمام الغالي ما بيطيرش. تمام. بنسبه 90% ما بيطيرش. معظم الناس كتير الا اذا كان غاوي مثلا بيحب النزاهه يحب النظافه، فرد الحمام واخد بالك بيحب ان يكون يعني شايف فرد حمام على العرق حلو. فانا عايز اشوف فرد حمام على عرق حلو، فلازما واخد بالك وفي ذكي ويكون ذكي. ده اساسي طالما فرد الحمام طلع فوق لازم يكون كتفه قوي، وكتف قوي من غير ذكاء مش هيكون، وانت برضه مش هيشرفك في النشء. ليك نسبه برضه في المقياس ده من كفك برضه في الغايه يعني. انت بقى هو ذكي وانت برضه ايه. لا التدريب بقى النشء ده بالنسبه للغاويين ده تدريب، بس التدريب برضه ان انت هتدرب في حاجه ذكيه. ان انت هتدرب في حاجه هتاخد منك بسرعه. دربش في مش مش هجرب في بيت بايظ او ادخل مثلا بالتدخيلات على بعضيها. فده مش حاجه. الله ينور عليك. ماشي يا كبير. بسم الله ما شاء الله. الله ينور اهو. دعمونا بس باللايك كده يا جدعان. اهي الغيه اهي زي ما صورناها لكم من فوق كده بالطياره اهي. بسم الله ما شاء الله. الله انا اعرف لكم برضو المقاسات من الراجل اهو، وانا اعرف لكم برضو ايه طول الغيه والمقاسات قد ايه برضو. تمام يا جدعان. اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. هي عرضها كام في كام يا محمد والطول بتاع قد ايه؟ الغيه 14 متر ونص. تمام. عشان طبعا الخنزيره اللي محطوطه في الارض يعني مساحه مثلا الخنزيره قد ايه؟ مساحه الخنزيره بقى 7 في 6. تمام. والقرص فوق 8 في 7. تمام. والطول الارتفاع؟ طول الارتفاع بتاع 14 متر ونص. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي. اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. هو محمد فوزي منور الدنيا كلها كبير، والله العظيم منور الدنيا حبيبي. على كل مشتركين حبيبي يا كبير، منور الدنيا والله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني انت بتفتح الفتحه دي؟ انا بالنسبه لي طبعا المسافه عندي عاليه، وانتوا طبعا دلوقتي هتطلعوا تشوفوا الارتفاع. الارتفاعات. فطبعا لما بتطلع زغلول فوق تمام لو وقع من على الداير من فوق بيبقى صعب جدا يرفع، وخاصه الحمام الغزار كله بيبقى كتفه بيبقى طري زي الحمام الجماعيه او الساجل. مبقاش ناشف زيه. فحمامه الحمامه الغزار بتحب تصبر عليها لحد ما تجمد على العرق وتدور وتظبط نفسها. فانت طبعا لو المكان عندي عالي زي ما انتم شايفين كده بامر الله، فانا بطلع الحمامه هنا عندي في اللوفت الزغاليل. تمام. كل عندي هنا زغاليل برضو في شبابات فوق. بسم الله ما شاء الله. فرد الحمامه زي ما كتفه بيجمد باخده من هنا اطلعه فوق عندي على العرق فوق. طب يعني انت اللوفت ده الحمام ده مثلا بيطلع من الفتحات دي؟ بيطلع من صح كده؟ في هنا في هنا الفتحه دي. في عندي هنا دي. تمام. الرف ده. بسم الله ما شاء الله. الله عندي الرف ده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. وفي عندي بيطلع بقى وبيطلعوا من هنا. بيطلعوا ولو قفلت الدنيا دي كلها بينزلوا عندي من هنا كده زي ما بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي. الله اكبر. انا بحب الغوي منظم نظيف. والله. بسم الله ما شاء الله. مش مجامله خلي بالك والله انا صريح. الله ينور. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي. صلاة النبي. لا دي بقى كلها ربان فاضيه. ان شاء الله باذن الله قريب كل حاجه هتيجي، بس واحدة مستعجل مش الغية عايزة صبر. عايزة صبر.
فمحتاج صبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بس برضه الراجل برضه عامل ايه؟ بسم الله. الأرضية البلاستيك برضه عشان برضه ايه؟ علشان الزبل والكلام ده. لا الزراعة. دي اساسي تبقى في اي دور تحت. المفروض بصراحه من الزغلول اصلا غشيم، بياكل الوساخه بتاعته. لو في حاجه قدامه كده لو زراعة جاع الكلام ده. بياكل ما ياكلش اللي على الأرض يبقى ما تحت. ياكلش على الارض. ما يعرفش إلا يوصل لها. اكل لو وقع، اكل مش نضيف، حاجات زي كده لو وقعت فردة الزغلول ما يجيش جنبيها. صح. فالزغلول واخد بالك دي افضل حاجه يعني في مكان الزغاليل، عشان تبقى الأرضية اللي هي تبقى البلاستيك الارضيه دي. البلاستيك دي بصراحه جميله جدا. بسم الله ومن ما ساعه شاء ما الله. ربيت فيها بصراحه فضل من ربنا ما بيقعش فيها زغيل خالص. الله أكبر. بسم الله ما يعني شاء فضل الله. من ربنا جميله جدا الحمد جدا. لله. وبعدين بتبعد الرطوبه والكلام ده كله عنها. على فرد الحمام. فمظبطه عندي المكان. وبعدين اصلا مديه واسعه عشان خاطر الخنزير عندي تحت زي ما انت شايف. ربنا يزيدك فيها ويبارك. ظابطه اللهم صل الستايل على وظابطه الدنيا هنا في كل حاجه بصراحه جميلة سهلة جداً. ان هي تتفك وتنضف. سهله جدا. لا سهله آه. جدا تنظف تحتيها تشيلها. تشيلها. واخد بالك هتشيل مربع مربع وتنضفها. وسهله جدا جدا. تركيبها سهل وكل حاجه فيها سهله. صلى على النبي. نكمل فيديو فوق. خليكم معانا يا جماعة مع اخويا محمد شافعي واخويا محمد فوزي نفى ابو النمرس. خليكم معانا يا جدعان.